في ناس بتسافر علشان تهرب، وفي ناس بتسافر علشان تلاقي نفسها. وأنا كنت بسافر وأنا مش عارف أنا مين أصلا. سبت كل حاجة ورايا وجاي أبدأ من الصفر، بس اللي ما كنتش عارفه إن الصفر ده هيعلمني كل الأرقام. أول مرة قطعت تذكرة سفر بحس إني بقطع جزء مني، مش لأني خايف من البلد، لكن لأني تارك ورايا آلاف وجوه ما صدقت تتغير. أمي واقفة على باب البيت وهي ماسكة إيدي، قالت لي: خد بالك من نفسك يا حبيبي. أنا ما ابتسمتش وقلت لها: هرجع وأخليكي فخورة. أول يوم على الأرض الجديدة كل حاجة كانت غريبة. السماء أزرق بنغم مختلف، والناس بتتكلم بسرعة كأنهم بيغنوا. الشارع كان طويل، المباني عالية، وأنا بحس قدامي جبل لازم أطلعه. مفيش حد يعرفك هنا، ومفيش حد مهتم يعرف ورا الضحكة بتاعتك. أول شغل مطعم صغير، غزلت طباخي ليل نهار، وكنت برجع الغرفة الصغيرة بتاعتنا وكتافي بتوجعني من حمل اليوم. بس كان عندي حاجة بسيطة، إحساس إني بشتغل علشان حاجة أكبر. في الأسبوع التاني قابلت واحد مصري اسمه رامي. كان شاب طموح سايب البلد من زمان، وعينه فيها خبرة بتخليك تاخد قرار. رامي قال لي: يا عم اوعى تستعن بنفسك، هنا المهم مش منين جاي، المهم هتفكر ازاي. الكلام ده كان ليه طعم مختلف في نفسي. بقينا نمشي مع بعض الصبح للشغل، نشتري أكل سخن، نضحك على أحوالنا. رامي علمني قواعد بسيطة في اللغة، وعلمني ازاي أقدم نفسي من غير ما أحس بالخجل. بس الغربة مش بس صعوبات شغل. في يوم واحد اتعاملت مع عنصرية صريحة، واحد اتكلم معايا بازدراء، والجواب الوحيد اللي طلع مني كان سكتة طويلة. الموقف خلاني أبص لنفسي من غير رقة، وقلت لازم أغير. اتعلمت اللغة بسرعة، مش عشان أندمج بس، عشان كمان الناس تحس إني مش ضيف مؤقت. كل كلمة جديدة كنت بتعلمها كانت بتفتح لي باب جديد، فرصة شغل، صاحب، حتى مسكن أفضل. بعد سنة من الغربة بدأت أشتغل في محل خدمات تكنولوجية صغير. كنت بظبط أجهزة، أعلم ناس بسيطة تستخدم النت، وبدأت أمسك دورات صغيرة للمجتمع المصري اللي هناك. الجهد بدأ يثمر، وردود الفعل كانت بتديني طاقة. واحد قدر يقول لي: أنت زمان كنت لا شيء والكل سقف. كان أول إحساس حقيقي إني ليا مكان، مش بس عامل بيشتغل بأي حاجة. بس النجاح هنا مش حصل في يوم وليلة. مريت بفترات مرض بسيطة، بخسارة فلوس، بخيارات غلط، وأيام كنت بفتكر فيها بلدي ووجوههم وعايز أرجع أبكي قدام أمي. لكن كانت كل مرة أقول لنفسي: ما تبقاش نفس آدم اللي اتكسر. في يوم قابلت رجل أعمال صغير أعجب بشغلي في دورة تدريب. قال لي: أنت عندك حاجة، تعال نشتغل سوا. المشروع بدأ بخطوات بسيطة، خدمة صيانة، تعليم كبار السن. المشروع بدأ بخطوات بسيطة، خدمة صيانة، تعليم كبار السن يستخدموا النت، وبدأت أمسك دورات صغيرة للمجتمع المصري اللي هناك. دخلت مراحل تعلم حقيقية، دورات أونلاين، كتب، ليل طويل بقلم ونص. كنت بربي حلمي زي ما تربي حد صغير، بالصبر والإصرار. بعد سنتين المشروع كبر، بقينا نشتغل مع مؤسسات، وبقينا نوظف مصريين هناك بنفسنا. حسيت بحاجة ما كنتش متوقعها: الفخر. فخر مش بس بالفلوس، ده فخر إني بقيت سبب في حياة ناس تانية. ومع كل خطوة كبرت فيها حاولت أفتكر ليه بدأت. مش عشان أرجع أنام في البلد وانتقم. اللي خلاني أصبر هو فكرة إني أرجع وأبقى وجه يحتوي ويعطي، مش يجرح. رامي كان واقف جنبي طول الطريق. مراته كانت بتقول لي: إحنا أخدناك ابن لينا هنا. الكرامة بتكبر جوه الواحد لما يشوف حد بص في روحك. في لحظة نجاح بسيطة جمعت شوية فلوس وقررت أبعت جزء لأمي. لما اتصلت وقلت لها: أمي أنا كويس، صوتها كان فيه بكاء من الفرح، وساعتها حسيت إن أي تعب اتعمل كان ليه قيمة. الغربة علمتني حاجات كتير: الصبر، اللغة، العمل، وأهم حاجة إن الجرح ممكن يتحول لطاقة. مش كل اللي يوجعك بيكسرك،
البعض بيطلع منه أقوى، واللي يقوى بيكون مسؤول عن نفسه قبل ما يكون مسؤول عن اللي حواليه. ومن هنا بدأت خطوة جديدة، اللي جاية كانت أكبر، القرار بالتعلم الجاد، القرار اللي هيغير شكل مستقبلي. انتظروا باقي الأجزاء مع وجوه الأيام.